هاي عاملين ايه؟ حبيت اعمل فيديو كده ردا عن كام بنت سألتني. انا مثلا داخله الجامعه او ما عنديش ميك اب خالص وعايزه ابتدي اجيب ايه اللي هو المهم قوي وما اجيبش ايه، او ايه المهم وايه اللي مش مهم. يعني طبعا اللي انا حاطه ده كله مش اللي هو لازم نجيبه، انا بس حاطه قدامي اوبشنز عشان اما اوريكم يعني ما تتخضوش. اول حاجه هنتكلم فيها ان احنا محتاجين فرش. وريتكم قبل كده السات دي من سوما، براشيا باي سوما. مش محتاجين سات زي كده، دي سات بروفيشنال. بس مثلا فرشة الفاونديشن دي بتتباع سنجل، وانا بقول لكم دي احلى فرشة فاونديشن انا جربتها. ناعمة جدا جدا لدرجة ان ساعات بحس مش محتاجة بيوتي بلندر بعدها، ففعلا حلوة. دي مثلا هنحتاجها، الا لو قدام ما نيجي نتكلم الفاونديشن اللي احنا مش هنجيب فاونديشن، هنعتمد على الكونسيلر ساعتها. دي مش ضروري. فرشة زي كده شبهها بالظبط بس للكونسيلر، دي بقى لازم من نفس الطقم. وبرضو اعتقد عند سوما منها سنجل، بنعمل بيها الكونسيلر، بندمج بيها اي حاجة كريمي تنفع عشان الانجل اللي فيها دي، تنفع لكونتور مناخير، تنفع الكونتور هنا، فهي كده كده ضروري. للاي شادو لو عندي مناسبة فانا هحتاج فواش دمج. في فواش بتبيعها صفحة اسمها جوسي بيوتي، هي بتبقى اوتلت وبتتكلمي في 30 و 35 جنيه. وفي فواش عند سوما سنجل، وفي فواش جاسب مثلا تجيبيها من امازون او تجيبيها من جاسب نفسها. فدي كده اوبشنز الفواش. طبعا فرشة للبلاشر بفضل الحجم ده عن الاحجام الكبيرة دي. لو انت هتجيبي واحدة سنجل هي دي تقدري تعملي بيها البلاشر، تقدري تحكمي فيها اكتر للحد اللي مش بروفيشنال، ترفعي بيها البلاشر، اي باودر، لوس باودر لو عايزة تنفضيه بعد ما خلصتي، فحجم زي كده بيبقى كويس قوي وفلافي. ده كده اول بند الفواش. طيب تعالوا نتكلم على حاجة مهمة جدا اللي هي الكونسيلر. بالنسبة لي الكونسيلر انا احب ان انا اجيب درجتين. من اول عندك تو فيسد بورن ذس واي، عندك جوفيوس، عندك الجيرل، عندك مالا. عملت فيديو مخصوص للكونسيلر، النوع اللي يناسبك تمنا وكواليتي هاتيه. كل اللي انا قلته ده لطيف، بس ما ينفعش يبقى عندي واحد بس كونسيلر. انا بروح اصيف في الصيف، في الشتاء مش عارفه كنت رايقه وعملت تقشير، فانا بفتح وبغمق على مدار السنه. فانا بجيب كونسيلر لوني وكونسيلر اغمق يكون عندي، ادمج بيه خلال السنه عشان اوصل بيه للوني لو سماريت او فتحيت او whatever، واكنسل بيه الهالات قبل ما احط، عشان اللي بيسالوني يقولوا لي انا تحت عيني بيقلب رمادي مع اني حطيت كونسيلر غالي وتحفه عشان ما كنسلناش الهالات اللي قبلها. طيب اكنسل باورنج غامق زي ده، اكنسل ببني، ولا اكنسل بحاجه مصفره؟ بتكلم بقى على الدرجه التانية. انت خلاص جبتي كونسيلر لونك، اكنسل بحاجه زي كده وحاجه زي كده ما تكون الهالات عندي غامقه جدا. عارفين الناس اللي هي ايه، سواء بسبب مرضي او بسبب ايا كان، بيبقوا شبه الباندا من كتر ما الهالات واضحه جدا. حاجه زي كده انا ما اقدرش اقولك كونسيلر زي ده هيكنسل الهالات، ده مش هيكنسلها. فانت بتكنسلي بحاجه اورانج كده، او حاجه لو الهالات صعبه قوي او درجه بشرتي اصلا سمرة وانا عندي هالات، فهيبقى ده مش حاجه زي كده. بالنسبه لي انا مثلا بكنسل بحاجه زي كده، الحمد لله الهالات عندي مش قويه قوي. بعد كده بحط حاجه لوني او افتح درجه بالكتير ككونسيلر او كاضاءه. الدرجه الاغمق مفيده في ان انا زي ما قلت لكم لو سمريت هقدر ان انا احط عليها نقطه وميكسد فهيطلع لوني. مفيده في ايه كمان، انا لو عندي درجه زي كده هتقول لا لو عملتها ككونتور لو عندي مناسبه وعايزه احس ان وشي شكله مختلف وحلو، مش هتقول لا. فاهمين قصدي؟ فهي ساعات كمان بننفع ان انا احط حاجه بسيطه هنا وادمجها بفرش زي اللي احنا قلنا عليها، ويبقى عملت كونتورنج بحاجه عندي اوريدي. نيجي بقى للفاونديشن. هل الفاونديشن
حاجه ضروريه لازم اجيبه. الفاونديشن مش حاجه لازم تتجاب. طيب انا عندي بقع حمراء في وشي، فانا لو عملت كونسيلر هنا هيبان ان وشي مش كله لون واحد، او عندي تصبغات شديده، عندي نمش بشكل واضح، فانا لو اعتمدت على الكونسيلر بس هنا وهنا هيبان برضو باقي وشي لسه مش منسق. ايه الحل ساعتها؟ هجيب فاونديشن. انا بقول لكم رايي مش هاي كفرج. الفاونديشن هاي كفرج عشان يبان شكله حلو عايز حد بروفيشنال ومتدرب وبيعرف يستخدم فاونديشن زي ده. اعمل ايه؟ اجيب فاونديشن، هو بس مش قدامي دلوقتي. اجيب فاونديشن الكفرج بتاعته قليله، زي فاونديشن ايه؟ زي فاونديشن جوسي بيوتي. هتلاقوه في ازازه كده كبيره سميكه وغطاء ابيض مكتوب عليه كلمه جوسي على الازاز. ده الكفرج بتاعته قليله. عايزه اقول لكم شبه ديور، حلو جدا جدا جدا، سعره مش 200,000 جنيه، وهيساعدني ان انا اوحد لون وشي. الفاونديشن بيتجاب لون بشرتي بالظبط، ما فتحش وما غمقش. انا عايزه اغمقه عشان انا اسمريت فتره مثلا جايه من مصيف، عايزه افتحه عشان عملت جلسه تقشير وشي اليومين دول، افتح الكونسيلر، تركه الكونسيلر وتركه الكونتور اللي قلنا عليها، بفتح واغمق وشي لغايه ما اوصل للون بشرتي بالظبط. بس وانا بجيبه بالشكل العام بجيبه لون بشرتي بالظبط. بجربه فين؟ هنا، بجربه على الحته دي وادمجه بسيط، ما سيبوش تخين، واستنى دقايق عشان عاده الفاونديشن بيأكسد، فهستنى دقايق. اكتر فاونديشن او اكتر حاجه هنا وانا بجرب كانت لون بشرتي بالظبط، هي دي اللي بجيبها. خلصنا كده الكونسيلر والفورش والفاونديشن. يعني مش ضروريه قوي، ولا خلينا نبدا بالضروري او نكمل الضروري. اللوز باودر عندنا انواع سعرها معقول، تمام، انواع تكاد تكون متوسطه او في السعر المعقول. صدقوني مش عارفه دلوقتي ميزانيه الناس ايه اللي معقول، وعندنا حاجه طبعا هاي اند. اجيب انهي وايه المناسب ليا؟ وفي من دي اورنج اير سبون حلوه، سعرها حلو، بتقعد كتير. مشكلتي معاها فلاش باك، ما بتيجي تتصوري بيها بالذات لو كاميرا بروفيشنال مثلا مع اصحابك في فرح في مناسبه، تحسي ان تحت عينيكي دقيق. دي مشكلتي معاها. اللوز باودر اولا ضروري. اي حاجه كريمي. انا عايزه اقول لكم لو حطيت صن بلوك ونزلت بحس ان انا الصن بلوك بجمع بيه تراب الشارع، فانا بحط لوز باودر حتى لو مش حاطه غير صن بلوك مثلا وتنت. فاللوز باودر دي لازم يكون عندي، لازم يكون عندي، بس مش لازم اجيب اعلى براند، في اوبشنز كتير قوي. فاي سبون لطيفه ناعمه، حلوه جدا، مش هقدر اقول عليها اي حاجه غير ان هي للاسف بتعمل مع اضاءه الكاميرا او اضاءه فلاش الموبايل، بتعمل انعكاس ابيض كده على الوش، بيكون في الحقيقه العين مش شايفاه. دي مشكلتي معاه. عندي اوبشن تاني في منها الاورنج للبنات، الاندرتون بتاعها الف كده شويه، او هي سمرة او تميل للسمار، او ان هي خمريه. وفي دي البينك. شي جلام دي كومباكت باودر، واللوز باودر بتاعتها حلوه جدا، ناعمه لطيفه، حجمها كويس. ارشحها لو مش عايزه تدفعي مبلغ فظيع يعني. هي لطيفه. فيت مي درجتي فيها لايت ميديم، بس دي بستخدمها لو انا واخده تاني سنه او واخده لون سنه، يعني على اصفر سيكه بسيطه. حلوه جدا وناعمه وجميله، ما اقدرش اقول عليها حاجه. فيت مي. حاجه كمان هدى بيوتي، اعلاهم واحسنهم، وميك اب فوريفر بس مش معايا. دول احلى اتنين بس غاليين جدا، حسب ميزانيتك انتي تختاري، بس مهم يكون عندك على الاقل واحده لوز باودر من اللي انا قلته ده. واحده تانية بديله هدى بيوتي هي بتاعت مريم فؤاد، البراند اسمه تي ام. ما جربتهاش بصراحه عشان اكون امينه، بس سوق الشعر قالت عليها ان هي بتجمع بين مميزات هدى بيوتي وميك اب فوريفر، وانا بثق فيها ثقه عمياء يعني، عن تجربه وعن تجارب كتير قوي.
وان شاء الله جربها قريب. فدي كده بديله، وطبعا مش في تمن هدى بيوتي. خلصنا اللوز باودر. طيب انا عايزه بلاشر. في حاجات سنجل لطيفه زي ويت اند وايلد وسيبال، حلوين قوي. اختاري درجه تكوني بتحبيها. ولونا تحفه، لونا حلو جدا. مشكلته بس ان هو بيوقع لما تيجي تاخدي، بيهضر كده باودر، بس سعره حلو جدا. او تجيبي باليت وريتها لكم قبل كده من ريفولوشن، او باليت زي كده يكون فيها بلاشر وهايلايتر وكل حاجه. غالي عليكي حاجه زي كده، ميني باليت بتاعه ريفولوشن بيكون فيها واحده برونزر، واحده هايلايتر، واحده بلاشر. خلاص كده، واحده او اتنين عشان احط مره حاجه على بيتشي حاجه على بينك، فممكن يبقى عندي 2 بلاشر بالكتير 3. ده كده الضروري. التنت والليكويد بلاش عامله عليه فيديو لوحده، شوفوه هيعجبكم قوي. طيب انا عندي مناسبات، فاكيد مش هعتمد على ايلاينر وكحل بس، ممكن يبقى عندي باليت اي شادو على الاقل واحده. عملت لكم برضو فيديو عنها. التو باليتس دول من تكنيك، مكملين لبعض جدا، سعرهم الاتنين ما يجمعوش 1000 جنيه. جبتهم من امازون. واحده على بينك وواحده الوان مختلفه، انفايت اونلي وفيكاي. الاتنين دول مكملين لبعض جدا وحلوين. طيب عايزه حاجه اصغر، مش عايزه، ماليش في الاي شادو قوي، مش هحط كل ده. صغنونه العسوله دي برضو عملت عليها فيديو قبل كده، من ويت اند وايلد، وفيها الوان تنفع عصفوريه ومناسبات، وفيها نودز لو عايزه بس ادي ظل لعيني الصبح، حلوه جدا. وفيها اسود كمان لو عايزه اموه كحل او حاجه، وبني. طيب لا، بحب الاي شادو وبحب افنن، فممكن اجيب باليت اكبر. عندكم 2 اوبشنز تانيين. الباليت دي من جلامير، تمام، بوب كولرز والوان حلوه قوي، والبيجمنت بتاعها حلو جدا. وعندنا برشحها بقوه فوريفر 52 نودز وبنفسجيات وبنكات، وبرده مش حاجه، مش براند غالي قوي، مش انستازيا، مش هدى بيوتي. كل ده ممكن يبقى عندي منها واحده او 2 بالكتير. قلتلكوا حسب انا بس استخدامي للميك اب ايه، يعني ما جيبش باليتس زي كده وانا استخدامي لا يتعدى لون فضي فوق عيني في الفرح، يبقى حرام ساعتها اجيب باليتس زي دي. اوكي، حتى لو مش غاليه. ننتقل للاكحال. ابيض، بيج، اسود، اي نوع عندكم. فيفر 52 عندكم كاركتر، ده كاركتر باي ذا. انا طب عايزه اجيب حاجه منهم، او مش عايزه اجيب التلاتة. انا لو عينيا صغيره هجيب ابيض او بيج، لو انا مش بتقبل شكل الابيض قوي هجيب بيج. لو انا عينيا كبيره هجيب قلم كحل اسود او كحلي او الوان اغمق شويه. لو انا عينيا فاتحه وعايزه اظهرها ممكن اجيب قلم كحل بني، اخضر. درجات بجربها في المحل واشوف ايه اكتر حاجه خلت عيني حلو، فمش لازم التلاتة، بس يعني مهم يبقى عندي قلم كحل. الحواجب، الحواجب قلم فلوماستر وقلم بيملى. انا شايفه ان ده ديل حلو قوي قوي من شي جلام. القلم ده درجه دي شوكليت ودرجه اسبريسو، دول اكتر درجتين عمليين، تمام. ناحيه فلوماستر وناحيه قلم بملى بيه الفراغات. الفلوماستر بملى او برسم بيه شعره بشعره. وعندي الاي براو جل بتاع الف، بتاع انستازيا، بتاع بلديو، مش عارفه بلديو ولا بلديو، مش متاكده. كل دول حلوين، جل حلو جدا. درجه عندي كذا درجه من انستازيا، بس الدرجه دي سوفت براون. ده للناس اللي حواجبها خفيفه هجيب جل، ماشي. حواجبي مش خفيفه قوي بس فيها فراغات بسيطه، هجيب قلم زي كده. حواجبي مش خفيفه خالص، سميكه وحلوه جدا، هجيب يا دي يا دي. دي ماسكارا شفافه من بنفيت، او اي ماسكارا شفافه تحبيها. وده واكس من برايد كوزماتكس، حجمه كبير وجميل. فيه بتاع هديل، فيه بتاع شمس، فيه واكس كتير، فيه بتاع بط،
في براندز كتيره للواكس حلوه جدا. انا عن نفسي بحب برايت كوزماتيك قوي، فده لو انا شعري يعني شعري حاجبي تقيل مش عايزه اتقله ولا اي حاجه، انا بس ايه عايزه ارفع شعر حواجبي، هيبقى يا دي او دي اللي برتاح فيه اكتر. عارفين MN بيعمل باليت صغننه كده باودر فيها درجتين اللي انتوا تختاروهم، وفي ساعات بيبقى فيه منها 3 ومثبت يعني، وفرشه صغنونه قوي بنملى بيها فراغات وكده. دي برضو بديل ارخص خالص. تمام، كل دي اوبشنز ممكن نختار منها، وقلت لكم اختار ايه امتى. ايلاينر مهم يبقى عندي ايلاينر. في ده من شي جلام حلو جدا، وفي منه واحد بينك، انا بحب ده بس عشان فيه زاويه، مش عارفه باين ولا لا، بس هو فيه زاويه يعني مش مستقيم. في ده من اسنس فظيع حلو جدا جدا جدا. القلم ده بحسهم كمان بيكملوا بعض، يعني ده ارفع وبيوصل للكورنر كده لو عايزه ارسم المدمع، او وينج رفيع ده بيرسم حلو وتقله حلو. ايا كان هاتي ايلاينر اسود حلو ترسمي بيه عينيكي، ده غالبا بيكون حاجات الديلي يعني. ليب لاينر اماندا حلو للمتحكم اكتر وبيعرف يرسم حلو برضه. ليب لاينر جايبالك اوبشنز، مش بقول اشتري كل ده. فلومار دول كانوا فلومار حلوين جدا طبعا، بس انا حبيت الشكل ده اكتر من الشكل ده، مع ان ده اغلى بس حبيتهم اكتر. رجع فتح في مصر تاني، بس اسعاره اسمع ان هي غليت قوي عن زمان لما فتح تاني. لام هدى بيوتي طبعا لا يعلى عليها، هي وميك اب فوريفر حلو جدا. ولام ويت اند وايلد، القلمين دول قلمهم حلوه برضو قوي ومش غاليه خالص. وفي اقلام نيكس، وفي اقلام بوبا، كل دي اوبشنز حلوه قوي. نيكس وهدى بيوتي حلوين جدا جدا، وميك اب فوريفر عايزه اقل شويه في فلومار بس مش عارفه دلوقتي سعره كام، وفي بوبا، وفي ويت اند وايلد. اي ليب لاينر بني تمام. لو انا بشره سمرة شويه وشفايفي سمرة حاولوا تجيبوه بني اغمق من يعني، لو انا حد ابيض قوي او اشقر هاتيه بني بس مش غامق قوي عشان ما يبقاش اوفر معاكي. مهم كمان يبقى معايا كلير جلوس، بما اننا جبنا سيره الليب لاينر مهم يبقى عندنا كلير جلوس. ده من نيكس، هو بس خد لون من كتر ما بستخدمه بس هو كان شفاف، كلير جلوس شفاف. وده من لانكوم اسمه جوسي تيوبس، بستخدمه عادي از ان هو كلير. هو طبعا مرطب يعني هو اكتر منه، بس هو عادي لو حطيت ليب لاينر عملت كده هيعمل نفس المفعول يعني. انتي اختاري اللي يناسبك. في بتاع اسنس المهم يبقى عندك كلير جلاس، عشان مع الليب لاينر بيعمل كومبو بشكل مختلف كل يوم، وتقدري تغيري بيه روجات كتير، ويدي معاكي يبقى عندك لونين روج او حاجه يدي ان هو الوان مختلفه. الروجات بقى هنبدا من مالا، عندهم درجات حلوه جدا، اعتقد بيعملوا عروض من وقت للتاني فاسعارهم مش وحشه. عندنا حبايب قلبي سيفورا، بحب الروجات دي مقدرش استغنى عنها. روجات سيفورا درجات واشكال والوان. بدأت الاول بلون، بعد كده جبت علبة كده كان فيها ترافل سايز فيها 4 الوان اعتقد، فمش دي كل الالوان بس فعلا روجات سيفورا حلوة حلوة حلوة. بحطها لوحدها ساعات من غير ليب لاينر، بحطها مع ليب لاينر بتدي لون تاني، بحطها مع ليب لاينر وجلاس بتدي شكل تاني خالص، عشان كده قلتلكوا الجلاس والليب لاينر بيفرقوا. عندنا الليفت بتاع ميبلين بدرجاته المختلفة، بس هي اكتر درجة بحبها كان عندي حتى منها 2 اسمها باتل 005، دي اللون اللي انتوا شايفينه بينكش كده حلوة اوي. وعندنا روجات كيكو حلوة برضو اعتقد يعني في مستوى سيفورا ما اقدرش اقول عليها بحبه برضو يعني، ده اكلته الشكل ده بالذات يا جماعة، الشكل ده. وعندنا فاينل انك ميبلين برضو، ده بيدي فانش الجلوس كروش بس هو ثابت زي الحاجات المات،
بحبه جدا جدا جدا. ما تنسيش ترجيه قبل ما تستخدميه. الدرجات اللي عندي منها عملت لها فيديو قبل كده، بس اكتر درجة بحبها منه او اكتر درجتين actually تشيكي وبعد كده كوي. يعني اول واحدة تشيكي وبعد كده كوي. في بيتشي وفي كين وفي حاجات كتير، او في ويتي، يعني الوانه كتير قوي وبحبها قوي قوي. مش لازم تجيبي كل دول برضو، هاتي لون او لونين بالذات لو مناسبة، لان فعلا هيفضل ثابت معاكي. مثلا لو فرح هيفضل معاكي ثابت معاكي طول الفرح، حتى بعد ما تعشوا بالليل. هتلاقوا الروج، هتلاقي ناس بتسألك بقى بعد العشاء هو ايه الروج ده، انت حاطه ايه؟ فحلو قوي. تاني بقول لكم ممكن تختاروا واحد من كل نوع انا بقوله، او نوع انتوا بتحبوه تجيبوا منه كذا درجه درجتين مثلا وخلاص كفايه كده. وانتوا بالليب لاينر والجلوس بتغيروا لون وشكل الروج. برونزر، البرونزر ده حلو قوي، وزي ما قلت لكم وتجيبوا بالت فيها برونزر زي الريفولوشن المينيز دي، بتبقى حلوه قوي، بيبقى فيها 3 حاجات. بس انا عايزه اجيب حاجه بقى يعني تحفه وكده، ده بحبه جدا، فيزيشن فورمولا ده. لايتر برشح لكم مالا، من حبي فيه عملت له فيديو لوحده بجد يعني، فظيع يعني. انتوا بصوا الدرجه دي اسمها كريستال وايت، عندهم درجات تانية كتير، بس الدرجه دي عظيمه. طبعا ماسكارا، ما برشحش الماسكارا الووتر بروف بالذات on the daily basis، بحب تكون ماسكارا عاديه. دي من لانكوم، كنت جايباها من كاندي كوزماتيك ستور اعتقد، لو فاكره الاسم صح. كانت برقم يعني حلوه قوي، وكان بيعملوا عروض حلوه قوي. شوفوا الفيديو اللي عاملاه ليهم، عامله لهم منشن. فماسكارا زي دي حلوه طبعا، ودي الحلوه قوي. في ماسكارة اسنس، بس انا بالنسبه لي بتوقع رموش، كل الناس تحبوها بس انا بتوقع رموش معايا. وفي لو عايزين بادجت بقى نجيب ماسكارا واحده وتحفه وفظيعه، في بتاعه بنفيت باد جال، وفي هدى بيوتي تحفه برضه، الفوشيا الجديده اللي نازله فايرال جديد. بس كده، يا رب ما كنتش نسيت حاجه. شوفي ايه اللي يناسبك من اللي انا قلته، مش بقولك تجيبي كل ده او تبدأي بيه. من كل حاجة ممكن تجيبي حاجة عشان يبقى عندك مجموعة متكاملة وتعيشي بيها on daily basis وفي المناسبات. لو عندكم اي سؤال اكتبولي في الكومنتس. باي باي.